تستثمر في العملات الرقمية بتسمع عن مليون نوع من انواع العملات الرقمية، مش عارف تاخد انهي قرار، تستثمر فلوسك فين؟ انا الاجابة قبل ما نتفرج على الفيديو كلمة واحدة: بيتكوين. ليه بيتكوين؟ ايه الاسباب اللي تخليني واثق ان بيتكوين اهم من كل العملات الرقمية؟ ده اللي هتكلم فيه في الحلقة بتاعة النهاردة، خليكم معايا. انا هتكلم على 3 اسباب مهمة جدا لازم تفهمهم كويس قوي لو انت بتفكر تستثمر في العملات الرقمية. جزء منه اسباب وجزء منه تاريخ العملات الرقمية اللي لازم تبقى حاطه في دماغك وانت بتفكر تستثمر في المستقبل عن العملات الرقمية. اول حاجه لازم اتكلم على ازاي او امتى بيتكوين ابتدى. بيتكوين ابتدى 2009. واحد اسمه ساتوشي ناكاموتو، محدش يعرف هو ده بجد بني ادم حقيقي، ده مجموعه من المهندسين، ده اسم افتراضي معمول علشان الناس اللي هندسوا البيتكوين ما يتقبضش عليهم. ليه الخوف حوالين البيتكوين؟ الخوف حصل بعد 2008 في انهيار كبير قوي في البورصه في امريكا وفي كل بلاد العالم. كان في جزء كبير قوي من البنوك اللي في امريكا بتدي قروض كبيره من غير ضمانات كافيه، حصل انهيار في البورصه، حصل مجاعات، في ناس خسرت شغلها، في بنوك قفلت. 2009 واحد اسمه ساتوشي ناكاموتو، مش عارفين ده بني ادم ولا مجموعه، طلع فكره اسمها العمله الرقميه. العمله الرقميه دي قال لك ان هي دي هتبقى الوسيله الجديده او الوسيله بتاعه المستقبل، ازاي الناس تقدر تعمل معاملات حسابيه او بنكيه من غير ما يبقوا محتاجين وسيط زي البنوك اللي الناس ما بتثقش فيها. قالك ان انا بني ادم عايش في دولة وفي بني ادم في ناحية تانية عايش في دولة تانية وانا عاوز اديله فلوس. دلوقتي انت بتروح للبنك بتاعك بتقول له انا عندي حساب عندك، ممكن تدي الفلوس دي للحساب ده في البلد دي للبني ادم ده. البنك بتاعي بياخد مني ترانزاكشن فيه، بياخد مني نسبة صغيرة، بيقولك بص انا هعمل كوميونيكيشن ما بين بنك في بنك تاني، انا هأمن لك الرسوم بتاع الترانزاكشن دي، فانا بوفر عليك فيز، انا بوفر عليك وقت، بوفر عليك امان. البيتكوين قالك ان انا مش محتاج كل الناس اللي في النص دي، مش محتاج تحويل عملة ومش محتاج خدمات امن ومش محتاج سفر ومش محتاج. انا طالما عندي حساب بني ادم في بلد تانية اقدر ابعت له عملة رقمية مسجلة بقيمة معينة، البني ادم من الناحية التانية يقدر يستلمها في ثواني، لان ده ديجيتال كرنسي، دي حاجة بتتحمل بالانترنت. المفترض ان انا هخلق حاجة بكود امان ان هو ما يقدرش حد يسرق الكود ده او يقدر يعمل نوع من انواع الاحتكار ازاي الكود ده بيتقري، فانا هعمل كل الكود ده ديسنترلايزد. الفكره كلها كانت بسيطه، قال لك احنا محتاجين طريقه معامله بنكيه مختلفه عن الطريقه اللي احنا كنا عايشين فيها بقالنا 1000 سنه. المعاملات البنكيه في المستقبل لازم تبقى سريعه، لازم تبقى رخيصه، ولازم تبقى امان. والبنوك عامه في اي دوله مش بنفس الثقه، الترانزاكشنز محتاجه تروح ليها. فده تاريخ البيتكوين. بيتكوين اول حاجه طلعت تتكلم على فكره العملات الرقميه. بيتكوين هو اول حاجه الناس ابتدت تستثمر فيها عشان تبني الشعبيه بتاعه العملات الرقميه. البيتكوين اسست في خلال ال 14-15 سنه مليارات الدولارات من الاستثمارات، من مؤسسات، من بني ادمين، من مستثمرين. الثبات في الفكره بتاعه البيتكوين بتديني انا احساس دايما ان البدايه والثقه في العملات الرقميه جايه من الثقه في البيتكوين. فكرت تحط فلوسك في اي عمله رقميه تانية، انت مش هيبقى عندك البيز، الفاونديشن، ما عندكش الستوري اللي موجوده في البيتكوين. ده هو سبب واحد. السبب التاني مش تاريخ العملة بس هو المهم، نوع العملة. ايه هو السبب اللي يخلي العملة دي مختلفة عن كل العملات الرقمية؟ هو اللي بيخليني عندي ثقة قوية جدا في فكرة البيتكوين عن اي عملة رقمية تانية. لو انت فكرت او انت بصيت او قريت شوية عن العملات الرقمية التانية، هدف العملات الرقمية هدف مختلف عن ان هي تبقى وسيلة ترانزاكشنز او وسيلة معاملات بنكية ما بين شخص او شخص او مؤسسة ومؤسسة او فرد ومؤسسة. اثيريوم هدفها ان هي تبقى سمارت كونتراكت، ممكن تقدر تعمل عقود ذكيه من خلال الاثيريوم. كاردانو، سولانا، دوج، في حاجات في كوينز اصلا ملهاش اي هدف. وعشان البيتكوين كان من اساس بنايته ان هو يبقى طريقة تواصل ما بين الناس او ما بين المؤسسات لاهداف بتركز في نقل العملة واحتفاظ بالقيمة زيها زي الذهب. مؤسسين البيتكوين قالك ان البيتكوين ده ليميتد، البيتكوين هيبقى محدود الكمية. هم لاحظوا الناس اللي انشأت البيتكوين دي ان كل مرة البنوك بتعمل مشكلة كبيرة، الحكومات بتطبع فلوس، بتطبع بنك نوت زيادة، البنك نوت ده بتديه للبنوك
البنوك عشان تطلع نفسها من المشاكل. اللي بيحصل لما بتطبع بنك نوت على الفاضي، الفالويشن بتاعت العملة بتقل، يعني كل الناس بتتفقر شوية علشان الدولة ابتدت تدي فلوس لجهة معينة عشان تطلع نفسها من المشكلة. لما انت بتعمل devaluation او بتقلل من قيمة العملة نفسها، انت بتطلع من جيب كل الناس اللي موجودة دولار علشان تسد مشكلة ب100 مليون دولار او بمليار دولار. مؤسسين البيتكوين قال لك انا هعمل 21 مليون بيتكوين وهو ده الهدف بتاعي. قيمة البيتكوين هتفضل تزيد بس عدد البيتكوين مش هيزيد. بعد ال 21 قيمة العملة هي بس اللي هترتفع. ممكن في المستقبل تقدر تشوف ناس عندها نقطة 0.001 بيتكوين وده هيبقى قيمته $1000، بس ده مش هيغير ان البيتكوين الحاجة الأساسية بتاعتها ان هي تبقى زي الذهب. اخر حاجه لازم تحطها في دماغك، مين اللي بيشتروا ومين اللي عندهم املاك بيتكوين. اكتر حاجه بالنسبه لي بتخليني عندي ثقه وعندي امل ان في افكار جد رايحه towards البيتكوين او بتفكر في البيتكوين دلوقتي، لما ابتديت اشوف الشراء بتاع البيتكوين. مين بيشتري البيتكوين دلوقتي؟ رقم واحد بنوك. اهم قطاع كان عنده مشاكل مع البيتكوين او العملات الرقميه هو قطاع البنوك، لان قطاع البنوك البرودكت بتاعه المنتج بتاعه هو الفلوس بكل انواعها بكل اشكالها. بنوك الاستثماريه زي بلاك روك واللي زي جي بي مورجان وزي فيداليتي وزي مثلا الشركات اللي بتعمل استثمارات في البورصه ابتدت تقدر تعمل ETFs or Exchange Traded Funds بيبقى فيها بيتكوين. في شركات زي مايكرو استراتيجي، كل الشركه متداوله في سوق البورصه وسوق الاوراق الماليه كلها ماشيه على فكره البيتكوين. دلوقتي بيتكوين بقى واقع، البيتكوين بقى جزء من الاقتصاد الامريكي. شركه زي تسلا بتقبل عملات رقميه معينه تقدر تشتري بيها عربيات. شركه زي مايكرو استراتيجي زي ما قلت، عندك ETF funds زي ARK بتاع كاثي وود بيبقى عندهم كميه منتجات استثماريه مركز فيها قوي، شركات بيبقى فيها عامل من البيتكوين. فدلوقتي المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الاستثماريه اللي بتشتري في البيتكوين بتدي للبني ادم احساس او عنده enough indicators او مؤشرات ان في اهتمام جد ان البيتكوين يبقى adopted في المستقبل. انا مش متاكد ان البيتكوين مش عمره ما هيتمنع وممكن ما يكون في مشاكل هتحصل في المستقبل، بس انا شايف ان الفلوس بتتحرك في الاتجاه ده، وده بالنسبه لي مؤشر كفايه ان انا اقدر استثمر فلوسي في البيتكوين الفتره الجايه. في الاخر عايز اقول لك انا مش خبير استثماري، انا فرد طبيعي بفكر زي اي حد ازاي اقدر اعمل فلوس اكتر في البيتكوين. زي ما انتم شايفين في الشاشه اللي ورايا دي، في ايام هتبقى كلها حمراء في البيتكوين وفي ايام تانية البيتكوين هيطلع والعملات الرقميه هتطلع 50%. اللي عاوز يستثمر في البيتكوين يفكر في البدايه للنهايه، ازاي البيتكوين طلع حوالي 20,000% بس، ويقدر يستحمل ان بيتكوين في شهر ممكن ينزل 3 أو 4%. الفكرة كلها استثمار، الفكرة كلها صبر، الفكرة كلها اهتمام بالمضمون مش بالأخبار. تقدر تشوف في المستقبل نتائج رائعة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واكتب لي كومنت على أي حاجة أنا قلتها أنت مش مقتنع بيها أو عاوزني أفهمها لك بشكل مختلف. شكرا ليك وأشوفكوا الفيديو الجاي.